الوقت الإضافي أو الشوط الإضافي الثاني سوف ينطلق في هذه اللحظات بعدما انتهى الشوط الإضافي الأول بهدفين في كل شبكة. شوط سوف نرى ماذا سيحدث فيه، أم أننا سنتوجه مباشرة إلى ركلات الترجيح وركلات الحظ التي ستحدد من سوف يتأهل إلى الدور المقبل من كأس الجمهورية. تغييرين الآن بدخول لاعب رقم 29 وائل غضبان وأنس مغراوي اللاعب رقم 17 في تشكيلة مستقبل وتلي. التعادل دائما هدفين في كل شبكة. اللحظة الحكم مقداد يعطي إشارة انطلاق المرحلة الثانية من الشوط الإضافي الثاني. طبعا كرة للأمسي بوس، ملعوبة مراقبة رئيس الصدر من قبلي، انطلق مقابلي عم قبلي، من هنالك ملعوبة لصالح مستقبل واتسلي، لازالت عنده الكرة، وين ملعوبة برأسية، لا تغيير تماما عن طريق أنس مغراوي الذي دخل خلال هذه المرحلة الثانية محاولة المراوغة بطريقة فنية. يعود للاعب عبد الله عبد الباسط، محاولة تسديدة من هنالك من جانب مستقبل واتسلي، تسديدة لا، أسامة ميراوي رائع بالشكل المطلوب، ملعوبة للوربوف أو بعاش محمد وليس أسامة ميراوي. من هنالك ملعوبة لصالح مستقبل أو أولمبي واد الفضة، بورويس يغير تماما عن طريق سيد علي طويلي، يراقب كورته بالشكل الرائع، سيد علي طويلي مرفوعة لا لا، ولكن التغطية الدفاعية دائما موجودة. صراع كبير على الكرة في آخر 13 دقيقة على نهاية المباراة، في دقائقها وفي فصالها. مخالفة يقول سيد الحكم، مخالفة يقول سيد الحكم لصالح أولمبي واد الفضة. لاعبين نعم ساقطين، نال منهم الإرهاق اللاعبين، صراحة نال منهم الإرهاق لما تشوف المجهود البدني الكبير الذي قدم خلال طيلة 90 دقيقة والشوط الإضافي الأول، ونحن مع بداية موسم العودة من التحضيرات. كمال بالعبيلة يبدو أنه سيكون الورقة البديلة القادمة من جانب أولمبي واد الفضة. إن شاء الله سلامات سلامات إن شاء الله للاعب أولمبي واد الفضة الساقط على أرضية الميدان. بعد هذه المباراة ستكون مباراة ودية أيضا من جانب جمعية شلف وكذلك وداد مستغانم، مباراة ودية تحضيرية بالنسبة لجمعية أولمبي شلف. حزي راح ينفذ هذا الخطأ في دائرة المنتصف. حزي أسامة ميراوي، أسامة ميراوي بيسارية يغير تماما من هنالك، ولكن تعود الكرة الدقيقة الثالثة، دائما هدفين مقابل هدفين. وائل غضبان، كرة متعادلة والنتيجة متعادلة. بكبوكا بالحاج الذي دخل خلال المرحلة الثانية بربحة، ملعوبة إلى الأمام ولكن تغطية موجودة من منصور سعادة. ديلمي بوراس يلعبها طويلة تروح إلى تماس، يقول سيد الحكم. الدقيقة الرابعة، دائما التعادل الهدفين في كل شبكة. الوقت البدل أو الوقت الإضافي الثاني، دائما التعادل هدفين مقابل هدفين. لاريان محمد، ميراوي أسامة، ميراوي لاريان، من سيد علي طويلي من أمام لاعبين مستقبل وتلي، عودة لأسامة ميراوي. هدفين مقابل هدفين. جمهورنا الرياضي الكريم الذي التحق بنا اللحظة في الدور الثالث من كأس الجمهورية في هذا الدربي هنا على أرضية محمد بومزراك. ميراوي أسامة، أسامة ميراوي يلعب من هنالك لحزي، حزي وكرة فضاوية لصالح لوربوف، ملعوبة الحكم يقول ناو،
فاول لصالح مستقبل واتسلي عن طريق بوعلام عيسى، لاعب رقم 12. نعم الى الحارس، حذاري من هذا الخطأ، قاعد يوقع في المحظور، ولكن لا زالت لمستقبل واتسلي ملعوبة. إلى الأمام. دائما التعادل هدفين في كل شبكة. أنس واش يفعل بهذه الكرة؟ أنس لصالح مستقبل واتسلي، انطلق مغراوي، زاد في السرعة مغراوي على الجهة اليمنى، ما يمرش. رائعة التغطية الدفاعية من مقابلي، ولكن ضاعت مرة ثانية، عادت لمستقبل واتسلي. الحكم يحتسب خطأ أو تماس، الحكم مقداد. هدفين في كل شبكة. كرة لصالح مستقبل واتسلي من غضبان إلى الدفاع لصالح مستقبل واتسلي. بوعلام عيسى، كرة في المنتصف ملعوبة، عادت لوائل. وائل من هنالك خطيرة مقابلي، فرصة صعبة لصالح مستقبل واتسلي، يستفيد من الركنية بعد تدخل كان من بربيح الياس، وركنية لصالح مستقبل واتسلي راح ينفذها اللاعب وائل غضبان. 6 دقائق. وائل غضبان راح ينفذ هذا الركنية. وائل غضبان مرفوعة، كاد الهدف الثالث يأتي في هذه اللحظات من جانب مستقبل واتسلي، كاد يمضي الجول. مباراة ممتعة صراحة، استمتعنا بها ونعيش آخر دقائقها. التعادل دائما هدفين في كل شبكة. 7 دقائق، تبقي 8 دقائق على نهاية المباراة. ملعوبة إذن، متواصلة المباراة. أسامة ميراوي غير من موجود لاريان، يتقدم لاريان، يبحث عن رفيق، يجد طويلي سيدالي، مر من أمام لاعبين. الحكم يقول واصل. ملعوبة لصالح لوربوف، ولكن عادت لصالح مستقبل واتسلي. هجمة من هنالك ناحية مقابلي، يلحق على هذه الكرة. نعم فعلا يتمكن من هذه الكرة لصالح مستقبل واتسلي. مقابلي، ولكن التمريرة كانت بالخطأ ناحية متوسط ميدان أولمبي وادي الفضة. أسامة ميراوي، عادت لي بالحاج، لاعب رقم 12. ملعوبة طويلة أمامية لصالح أولمبي وادي الفضة. وضعية تسلل يقول السيد الحكم. شو قلتي يا برويس؟ الله اكبر، ديجا هو كانوا ما لازمش الوقت الدور صافي ما شربوش. إذا تعزينا القلبية لعائلة طويلي. في هذه اللحظات بلغنا خبر إيجاد طفلة. ملعوبة لصالح المستقبل واتسلي، صعبة هذه الكرة، خطيرة، ولكن الحكم يقول واصل. قلت خبر في هذه اللحظات. ملعوبة لصالح أسامة ميراوي، واش يفعل بهذه الكرة في دائرة المنتصف. أسامة ميراوي، ملعوبة لسيد علي طويلي، أو سيد علي إلى لاريان، راوغ لاريان، مر لاريان، مازالت لاريان محمد، ولكن الحكم يقول اسقط اللاعب.
إذا تعزينا القلبية لعائلة تطويلي. في هذه اللحظات يصلنا الخبر أن الطفل عبد الرحمن طويلي وجدوه، ولكن وفاته المنية رحمة الله عليه. تعزينا القلبية لعائلة طويلي، ربي يصبرهم عليه إن شاء الله. صراحة فالدة كبد لما تروح شيء صعيب، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعود إلى مباراة اليوم. إن هنالك ملعوبة لأولمبي واد الفضاء، والحارس رائع يتمكن من هذه الكرة. 5 دقائق على نهاية المباراة. أنصار واد الفضاء تطالب ببكبوكة مرفوعة رأسية، لا خطأ يقول سيد الحكم. التغيير سوف يكون بعد لحظات بدخول اللاعب رقم 20 من جانب أولمبي واد الفضاء، كمال بن عبيلة. الله يرحمه. تصفيقات على سيد علي طويلي. شكرا لما كل ما قدمه سيد علي طويلي وتعازينا القلبية. نعم، لعائلة الفقيد. ملعوبة طويلة أمامية لصالح مستقبل وتسلي، تغطية موجودة. نعم، إلى الأمام. صراع كبير على الكرة في دائرة المنتصف من جانب أولمبي واد الفضاء عن طريق مقابلي لمن ملعوبة الوان تو لأولمبي واد الفضاء. لازالت الكرة في المنتصف، عادت إلى الدفاع. تبقى 3 دقائق عن نهاية المرحلة الأولى. ملعوبة تغيير تماما من ناحية كمال بن عبيلة اللي دخل منذ لحظات. كمال بن عبيلة، صراع كبير على الكرة، تغطية دفاعية رائعة من جانب مستقبل وسلي. لازالت الكرة في آخر الدقائق مرفوعة بحثا عن رأسية بكبوكة. من هنالك لازالت لي بالحاج من جانب أولمبي واد الفضاء. الحكم يمنح خطأ لوائل غضبان من جانب مستقبل وسلي. 2 دقيقة على النهاية. ملعوبة طويلة إلى الأمام، الرأسية كمال بن عبيلة اللي دخل منذ لحظات. ملعوبة طويلة أمامية، تماس يستفيد منه فريق أولمبي واد الفضاء في هذه اللحظات. 1 دقيقة ونصف فقط عن نهاية الوقت الرسمي. الحكم يطلب النقالات من أجل إخراج اللاعبين. دائما التعادل، هدفين في كل شبكة. نلعب الدقيقة الأخيرة ونبدو أننا سنتوجه مباشرة إلى ركلات الترجيح. بعد لحظات الوقت الرسمي، تبقى منه فقط 30 ثانية على النهاية.
الوقت الرسمي انتهى. كم سيضيف حكم اللقاء من وقت بدل ضائع أم أنه سيكتفي بالوقت هذا؟ ملعوبة في المنتصف لصالح مستقبل واتسلي أو لأولمبي ودر الفضاء. بالحج ملعوبة الوانتو، ملعوبة من هناك بيساري. هاي فرصة الثالثة، هاي فرصة وضعية التسلل يقول الحكم المساعد. حبار يحتج. الحكم لن يطيل وسيعلن عن نهاية المباراة في وقتها الرسمي وأشواطها الإضافية بالتعادل. الوقت الإضافي أو الشوط الإضافي الثاني سوف ينطلق في هذه اللحظات بعدما انتهى الشوط الإضافي الأول بهدفين في كل شبكة. شوط سوف نرى ماذا سيحدث فيه، أم أننا سنتوجه مباشرة إلى ركلات الترجيح وركلات الحظ التي ستحدد من سوف يتأهل إلى الدور المقبل من كأس الجمهورية. تغييرين الآن بدخول لاعب رقم 29 وائل غضبان وأنس مغراوي اللاعب رقم 17 في تشكيلة مستقبل واتسلي. التعادل دائما هدفين في كل شبكة. اللحظة الحكم مقداد يعطي إشارة انطلاق المرحلة الثانية من الشوط الإضافي الثاني. طبعا كرة للأمس بوس. ملعوبة مراقبة رأي الصدر من قبلي، انطلق مقابلي عم قبلي. من هنالك ملعوبة لصالح مستقبل واتسلي، لازالت عنده الكرة. وين ملعوبة برأسية؟ لا، تغيير تماما عن طريق أنس مغراوي الذي دخل خلال هذه المرحلة الثانية محاولة المراوغة بطريقة فنية. يعود للاعب عبد الله عبد الباسط، محاولة تسديدة من هنالك من جانب مستقبل واتسلي، تسديدة لا. أسامة مراوي رائع بالشكل المطلوب. ملعوبة للوربوف أو بعاش محمد وليس أسامة مراوي. من هنالك ملعوبة لصالح مستقبل أو أولمبي ودر الفضاء. بورويس يغير تماما عن طريق سيد علي طويلي، يراقب كورته بالشكل الرائع. سيد علي طويلي مرفوعة لا، ولكن التغطية الدفاعية دائما موجودة. صراع كبير على الكرة في آخر 13 دقيقة على نهاية المباراة في دقائقها وفي فصالها. مخالفة يقول سيد الحكم، مخالفة يقول سيد الحكم لصالح أولمبي ودر الفضاء. لاعبين نعم ساقطين، نال منهم الإرهاق. اللاعبين صراحة نال منهم الإرهاق لما تشوف المجهود البدني الكبير الذي قدم خلال طيلة 90 دقيقة والشوط الإضافي الأول، ونحن مع بداية موسم العودة من التحضيرات. كمال بن عبيلة يبدو أنه سيكون الورقة البديلة القادمة من جانب أولمبي ودر الفضاء. إن شاء الله سلامات سلامات إن شاء الله للاعب أولمبي ودر الفضاء ساقط على أرضية الميدان. بعد هذه المباراة ستكون مباراة ودية أيضا من جانب جمعية شلف وكذلك وداد مستغانم، مباراة ودية تحضيرية بالنسبة لجمعية أولمبي شلف. حزي راح ينفذ هذا الخطأ في دائرة المنتصف.
حزي أسامة ميراوي، أسامة ميراوي بيسارية يغير تماما من هنالك، ولكن تعود الكرة. الدقيقة الثالثة، دائما هدفين مقابل هدفين. وائل غضبان، كرة متعادلة والنتيجة متعادلة. بكبوكة بالحاج الذي دخل خلال المرحلة الثانية بربحة ملعوبة إلى الأمام، ولكن تغطية موجودة من منصور سعادة. ديلمي بوراس يلعبها طويلة تروح إلى تماس، يقول سيد الحكم. الدقيقة الرابعة، دائما التعادل الهدفين في كل شبكة. الوقت البدل أو الوقت الإضافي الثاني، دائما التعادل هدفين مقابل هدفين. لاريان محمد، ميراوي أسامة، ميراوي لاريان، من سيد علي طويلي من أمام لاعبين مستقبل وتلي. عودة لأسامة ميراوي، هدفين مقابل هدفين. جمهورنا الرياضي الكريم الذي التحق بنا اللحظة في الدور الثالث من كأس الجمهورية في هذا الدربي هنا على أرضية محمد بومزراك. ميراوي أسامة، أسامة ميراوي يلعب من هنالك لحزي، حزي وكرة فضاوية لصالح لوربوف، ملعوبة. الحكم يقول ناو فاول لصالح مستقبل واتلي عن طريق بوعلام عيسى، لاعب رقم 12. نعم، إلى الحارس، حذاري من هذا الخطأ قاعد يوقع في المحظور، ولكن لا زالت لمستقبل واتلي ملعوبة. إلى الأمام، دائما التعادل هدفين في كل شبكة. أنس واش يفعل بهذه الكرة؟ أنس لصالح مستقبل واتلي، انطلق مغراوي، زاد في السرعة مغراوي على الجهة اليمنى، ما يمرش. رائعة التغطية الدفاعية من مقابلي، ولكن ضاعت مرة ثانية، عادت لمستقبل واتلي. الحكم يحتسب خطأ أو تماس، الحكم مقداد. هدفين في كل شبكة. كرة لصالح مستقبل واتلي، من غضبان إلى الدفاع لصالح مستقبل واتلي. بوعلامي عيسى، كرة في المنتصف ملعوبة، عادت لوائل. وائل من هنالك خطيرة مقابلي، فرصة صعبة لصالح مستقبل واتلي، يستفيد من ركنية بعد تدخل كان من بربيح الياس. ركنية لصالح مستقبل واتلي، راح ينفذها اللاعب وائل غضبان. 6 دقائق، وائل غضبان راح ينفذ هذا الركنية. وائل غضبان مرفوعة، كاد الهدف الثالث يأتي في هذه اللحظات من جانب مستقبل واتلي، كاد يمضي الجول. مباراة ممتعة صراحة، استمتعنا بها ونعيش آخر دقائقها. التعادل دائما هدفين في كل شبكة. 7 دقائق، تبقي 8 دقائق على نهاية المباراة. ملعوبة إذن متواصلة المباراة. أسامة ميراوي غير من موجود لاريان، يتقدم لاريان، يبحث عن رفيق، يجد طويلي سيد علي، مر من أمام لاعبين. الحكم يقول واصل، ملعوبة لصالح لوربوف، ولكن عادت لصالح مستقبل واتلي. هجمة من هنالك ناحية مقابلي، يلحق على هذه الكرة. نعم فعلا يتمكن من هذه الكرة لصالح مستقبل واتلي. مقابلي، ولكن التمريرة كانت بالخطأ ناحية متوسط ميدان أولمبي وادي الفضة. أسامة ميراوي، عادت لي بالحاج، لاعب رقم 12، ملعوبة طويلة أمامية لصالح أولمبي وادي الفضة. وضعية تسلل يقول سيد الحكم. شو قلتي يا برويس؟
الله اكبر ديجا هو كان ما لازمش نروح الدور صافي ما شربوش إذا تعزينا القلبية لعائلة طويلي. في هذه اللحظات بلغنا خبر إيجاد طفلة ملعوبة لصالح المستقبل وتسلي صعبة. هذه الكرة خطيرة ولكن الحكم يقول واصل. قلت خبر في هذه اللحظات ملعوبة لصالح أسامة ميراوي وشفاء البيت الكرة في دائرة المنتصف. أسامة ميراوي ملعوبة لسيد علي طويلي أو سيد علي إلى لاريان. راوغ لاريان مرة لاريان مازالت لاريان محمد ولكن الحكم يقول اسقط اللعب. إذا تعزينا القلبية لعائلة تطويلي. في هذه اللحظات يصلنا خبر أنه الطفل عبد الرحمن طويلي وجدوه ولكن وفاته المنية رحمة الله عليه. تعزينا القلبية لعائلة طويلي. ربي يصبرهم عليه إن شاء الله. صراحة فالدة كبد لما تروح شيء صعيب ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعود إلى مباراة اليوم. إن هنالك ملعوبة لأولمبياد الفضاء والحارس رائع يتمكن من هذه الكرة. 5 دقائق على نهاية المباراة. أنصار واد الفضة تطالب ببكبوكة مرفوعة رأسية. لا خطأ يقول سيد الحكم. التغيير سوف يكون بعد لحظات بدخول لاعب رقم 20 من جانب أولمبي واد الفضة كمال بن عبيلة. الله يرحمه. تصفيقات على سيد علي طويلي. شكرا لما كل ما قدمه سيد علي طويلي وتعازينا القلبية. نعم لعائلة الفقيد. ملعوبة طويلة أمامية لصالح مستقبل وتسلي. تغطية موجودة نعم إلى الأمام. صراع كبير على الكرة في دائرة المنتصف من جانب أولمبي واد الفضة عن طريق مقابلي لمن ملعوبة الوان تو لأولمبي واد الفضة. لازالت الكرة في المنتصف عادت إلى الدفاع. تبقى 3 دقائق عن نهاية المرحلة الأولى. ملعوبة تغيير تماما من ناحية كمال بن عبيلة اللي دخل منذ لحظات. كمال بن عبيلة صراع كبير على الكرة. تغطية دفاعية رائعة من جانب مستقبل وسلي. لازالت الكرة في آخر الدقائق مرفوعة بحثا عن رأسية بكبوكة. من هنالك لازالت لي بالحاج من جانب أولمبي واد الفضاء. الحكم يمنح خطأ لوائل غضبان من جانب مستقبل وسلي. 2 دقيقة على النهاية.
ملعوبة طويلة إلى الأمام، الرأسية كمال بن عبيلة اللي دخل منذ لحظات. ملعوبة طويلة أمامية، تماس يستفيد منه فريق أولمبي وادي الفضاء في هذه اللحظات. دقيقة ونصف فقط عن نهاية الوقت الرسمي. الحكم يطلب النقالات من أجل إخراج اللاعبين. دائما التعادل هدفين في كل شبكة. نلعب الدقيقة الأخيرة ونبدو أننا سنتوجه مباشرة إلى ركلات الترجيح. بعد لحظات الوقت الرسمي تبقى منه فقط 30 ثانية على النهاية. الوقت الرسمي انتهى. كم سيضيف حكم اللقاء من وقت بدل ضائع أم أنه سيكتفي بالوقت هذا؟ ملعوبة في المنتصف لصالح مستقبل واتسلي أو لأولمبي وادي الفضاء. بالحاج ملعوبة الوانتو، ملعوبة من هناك بيسارها. هاي فرصة ثالثة، هاي فرصة وضعية تسلل يقول الحكم المساعد. حبار يحتج. الحكم لن يطيل وسيعلن عن نهاية المباراة في وقتها الرسمي وأشواطها الإضافية بالتعادل. الوقت الإضافي أو الشوط الإضافي الثاني سوف ينطلق في هذه اللحظات بعدما انتهى الشوط الإضافي الأول بهدفين في كل شبكة. شوط سوف نرى ماذا سيحدث فيه، أم أننا سنتوجه مباشرة إلى ركلات الترجيح وركلات الحظ التي ستحدد من سوف يتأهل إلى الدور المقبل من كأس الجمهورية. تغييرين الآن بدخول لاعب رقم 29 وائل غضبان وأنس مغراوي اللاعب رقم 17 في تشكيلة مستقبل واتسلي. التعادل دائما هدفين في كل شبكة. اللحظة الحكم مقداد يعطي إشارة انطلاق المرحلة الثانية من الشوط الإضافي الثاني. طبعا كرة للأمسي بوس. ملعوبة مراقبة رأي الصدر من قبلي. انطلق مقابلي عم قبلي. من هنالك ملعوبة لصالح مستقبل واتسلي. لازالت عنده الكرة. وين ملعوبة برأسية؟ لا، تغيير تماما عن طريق أنس مغراوي الذي دخل خلال هذه المرحلة الثانية محاولة المراوغة بطريقة فنية. يعود للاعب عبد الله عبد الباسط. محاولة تسديدة من هنالك من جانب مستقبل واتسلي. تسديدة لا، أسامة مراوي رائع بالشكل المطلوب. ملعوبة للوربوف أو بعاش محمد وليس أسامة مراوي. من هنالك ملعوبة لصالح مستقبل أو أولمبي وادي الفضاء. بورويس يغير تماما عن طريق سيد علي طويلي. يراقب كورته بالشكل الرائع. سيد علي طويلي مرفوعة لا، ولكن التغطية الدفاعية دائما موجودة. صراع كبير على الكرة في آخر 13 دقيقة على نهاية المباراة في دقائقها وفي فصالها. مخالفة يقول سيد الحكم. مخالفة يقول سيد الحكم
لصالح أولمبي وادي الفضاء. لاعبين نعم ساقطين، نال منهم الإرهاق اللاعبين صراحة، نال منهم الإرهاق لما تشوف المجهود البدني الكبير الذي قدم خلال طيلة 90 دقيقة والشوط الإضافي الأول، ونحن مع بداية موسم العودة من التحضيرات. كمال بن عبيلة يبدو أنه سيكون الورقة البديلة القادمة من جانب أولمبي وادي الفضاء. إن شاء الله سلامات سلامات إن شاء الله للاعب أولمبي وادي الفضاء ساقط على أرضية الميدان. بعد هذه المباراة ستكون مباراة ودية أيضا من جانب جمعية شلف وكذلك وداد مستغانم، مباراة ودية تحضيرية بالنسبة لجمعية أولمبي شلف. حزي راح ينفذ هذا الخطأ في دائرة المنتصف. حزي أسامة مراوي بيسارية يغير تماما من هنالك، ولكن تعود الكرة الدقيقة الثالثة دائما هدفين مقابل هدفين. وائل غضبان، كرة متعادلة والنتيجة متعادلة. بكبوكة بالحاج الذي دخل خلال المرحلة الثانية بربيحة ملعوبة إلى الأمام، ولكن تغطية موجودة من منصور سعادة. ديلمي بوراس يلعبها طويلة تروح إلى تماس، يقول سيد الحكم. الدقيقة الرابعة دائما التعادل الهدفين في كل شبكة. الوقت البدل أو الوقت الإضافي الثاني دائما التعادل هدفين مقابل هدفين. لاريان محمد ميراوي أسامة ميراوي لاريان من سيد علي طويلي من أمام لاعبين مستقبل وتلي. عودة لأسامة ميراوي، هدفين مقابل هدفين. جمهورنا الرياضي الكريم الذي التحق بنا اللحظة في الدور الثالث من كأس الجمهورية في هذا الدربي هنا على أرضية محمد بومزراق. ميراوي أسامة ميراوي يلعب من هنالك لحزي وكرة فضاوية لصالح لوربوف ملعوبة. الحكم يقول ناو فاول لصالح مستقبل وتلي عن طريق بوعلام عيسى لاعب رقم 12. نعم إلى الحارس، حذاري من هذا الخطأ قاعد يوقع في المحظور، ولكن لا زالت لمستقبل وتلي ملعوبة. إلى الأمام دائما التعادل هدفين في كل شبكة. أنس واش يفعل بهذه الكرة؟ أنس لصالح مستقبل وتلي، انطلق مغراوي، زاد في السرعة مغراوي على الجهة اليمنى ما يمرش. رائعة التغطية الدفاعية من مقابلي، ولكن ضاعت مرة ثانية، عادت لمستقبل وتلي. الحكم يحتسب خطأ أو تماس، الحكم مقداد. هدفين في كل شبكة. كرة لصالح مستقبل وتلي من غضبان إلى الدفاع لصالح مستقبل وتلي. بوعلام عيسى، كرة في المنتصف ملعوبة، عادت لوائل. وائل من هنالك خطيرة مقابلي فرصة صعبة لصالح مستقبل وتلي، يستفيد من الركنية بعد تدخل كان من بربيحة الياس. ركنية لصالح مستقبل وتلي راح ينفذها اللاعب وائل غضبان. 6 دقائق. وائل غضبان راح ينفذ هذا
الركنية وائل غضبان مرفوعة. أوي أوي أوي. كاد الهدف الثالث يأتي في هذه اللحظات من جانب مستقبل واتسلي، كاد يمضي الجول. مباراة ممتعة صراحة استمتعنا بها ونعيش آخر دقائقها. التعادل دائما هدفين في كل شبكة. 7 دقائق تبقي 8 دقائق على نهاية المباراة. ملعوبة إذن متواصلة المباراة. أسامة ميراوي غير من موجود لاريان، يتقدم لاريان يبحث عن رفيق، يجد طويلي سيدالي. طويلي سيدالي مر من أمام لاعبين، الحكم يقول واصل. ملعوبة لصالح لوربوف ولكن عادت لصالح مستقبل واتسلي. هجمة من هنالك ناحية مقابلي، يلحق على ذي الكرة. نعم فعلا يتمكن من هذه الكرة لصالح مستقبل واتسلي. مقابلي ولكن التمريرة كانت بالخطأ ناحية متوسط ميدان أولمبي وادي الفضة. أسامة ميراوي عادت لي بالحاج، لاعب رقم 12. ملعوبة طويلة أمامية لصالح أولمبي وادي الفضة. وضعية تسلل، وضعية تسلل يقول السيد الحكم. شو قلتي يا برويس؟ الله اكبر ديجا هو كانوا لازم يشربوا واحد الدواء صافي ما شربوش. إذا تعزينا القلبية لعائلة طويلي. في هذه اللحظات بلغنا خبر إيجاد طفلة. ملعوبة لصالح المستقبل واتسلي. صعبة هذه الكرة، خطيرة ولكن الحكم يقول واصل. قلت خبر في هذه اللحظات. ملعوبة لصالح أسامة ميراوي. أسامة ميراوي وشفاء بيت الكرة في دائرة المنتصف. أسامة ميراوي. ملعوبة لسيد علي طويلي أو سيد علي طويلي. سيد علي طويلي. سيد علي. سيد علي إلى لاريان. راوغ لاريان. مر لاريان. ما زالت لاريان محمد ولكن الحكم يقول اسقط اللاعب. إذا تعزينا القلبية لعائلة طويلي. في هذه اللحظات يصلنا خبر أنه الطفل عبد الرحمن طويلي وجدوه ولكن وفاته المالية رحمة الله عليه. تعزينا القلبية لعائلة طويلي، ربي يصبرهم عليه إن شاء الله. صراحة فالدة كبد لما تروح شيء صعيب ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعود إلى مباراة اليوم. إن هنالك ملعوبة لأولمبي وادي الفضة والحارس. الحارس رائع يتمكن من هذه الكرة. 5 دقائق على نهاية المباراة. أنصار وادي الفضة تطالب ببكبوكة مرفوعة رأسية. لا خطأ يقول السيد الحكم. التغيير سوف يكون بعد لحظات بدخول لاعب رقم 20 من جانب أولمبي وادي الفضة كمال بن عبيلة. الله يرحمه. تصفيقات على سيد علي طويلي.
شكرا لما كل ما قدمه سيطالي طويلي وتعازينا القلبية. نعم، لعائلة الفقيد. ملعوبة طويلة أمامية لصالح مستقبل وتسلي، تغطية موجودة. نعم، إلى الأمام، صراع كبير على الكرة في دائرة المنتصف من جانب أولمبي وادي الفضة عن طريق مقابلي لمن ملعوبة الوان تو لأولمبي وادي الفضة. لازالت الكرة في المنتصف، عادت إلى الدفاع. تبقى 3 دقائق عن نهاية المرحلة الأولى. ملعوبة تغيير تماما من ناحية كمال بن عبيلة اللي دخل منذ لحظات. كمال بن عبيلة، صراع كبير على الكرة، تغطية دفاعية رائعة من جانب مستقبل وسلي. لازالت الكرة في آخر الدقائق مرفوعة بحثا عن رأسية بكبوكة. من هنالك لازالت لي بالحاج من جانب أولمبي وادي الفضة. الحكم يمنح خطأ لوائل غضبان من جانب مستقبل وسلي. دقيقتين على النهاية. ملعوبة طويلة إلى الأمام، الرأسية كمال بن عبيلة اللي دخل منذ لحظات. ملعوبة طويلة أمامية، تماس يستفيد منه فريق أولمبي وادي الفضة في هذه اللحظات. دقيقة ونصف فقط عن نهاية الوقت الرسمي. الحكم يطلب النقالات من أجل إخراج اللاعبين. دائما التعادل، هدفين في كل شبكة. نلعب الدقيقة الأخيرة ونبدو أننا سنتوجه مباشرة إلى ركلات الترجيح. بعد لحظات الوقت الرسمي تبقى منه فقط 30 ثانية على النهاية. الوقت الرسمي انتهى. كم سيضيف حكم اللقاء من وقت بدل ضائع أم أنه سيكتفي بالوقت هذا؟ ملعوبة في المنتصف لصالح مستقبل وتسلي أو لأولمبي وادي الفضة. بالحاج ملعوبة الوانتو، ملعوبة من هناك بيسارها. هاي فرصة الثالثة، هاي فرصة وضعية التسلل يقول الحكم المساعد. حبار يحتج. الحكم لن يطيل وسيعلن عن نهاية المباراة في وقتها الرسمي وأشواطها الإضافية بالتعادل. الوقت الإضافي أو الشوط الإضافي الثاني سوف ينطلق في هذه اللحظات بعدما انتهى الشوط الإضافي الأول بهدفين في كل شبكة. شوط سوف نرى ماذا سيحدث فيه، أم أننا سنتوجه مباشرة إلى ركلات الترجيح وركلات الحظ التي ستحدد من سوف يتأهل إلى الدور المقبل من كأس الجمهورية. تغييرين الآن بدخول لاعب رقم 29 وائل غضبان وأنس مغراوي اللاعب رقم 17 في تشكيلة مستقبل وتلي. التعادل دائما
هدفين في كل شبكة. اللحظة الحكم مقداد يعطي إشارة انطلاق المرحلة الثانية من الشوط الإضافي الثاني. طبعا كرة للأمس بوس، ملعوبة مراقبة رأي الصدر من قبلي، انطلق مقابلي عم قبلي، من هنالك ملعوبة لصالح مستقبل واتسلي، لازالت عنده الكرة، وين ملعوبة برأسية، لا تغيير تماما عن طريق أنس مغراوي الذي دخل خلال هذه المرحلة الثانية محاولة المراوغة بطريقة فنية. يعود للاعب عبد الله عبد الباسط، محاولة تسديدة من هنالك من جانب مستقبل واتسلي، تسديدة لا، أسامة ميراوي رائع بالشكل المطلوب، ملعوبة للوربوف أو بعاش محمد وليس أسامة ميراوي. من هنالك ملعوبة لصالح مستقبل أو أولمبي واد الفضة، بورويس يغير تماما عن طريق سيد علي طويلي، يراقب كورته بالشكل الرائع، سيد علي طويلي مرفوعة لا لا، ولكن التغطية الدفاعية دائما موجودة. صراع كبير على الكرة في آخر 13 دقيقة على نهاية المباراة، في دقائقها وفي فصالها. مخالفة يقول سيد الحكم، مخالفة يقول سيد الحكم لصالح أولمبي واد الفضة. لاعبين نعم ساقطين، نال منهم الإرهاق اللاعبين صراحة، نال منهم الإرهاق لما تشوف المجهود البدني الكبير الذي قدم خلال طيلة 90 دقيقة والشوط الإضافي الأول، ونحن مع بداية موسم العودة من التحضيرات. كمال بن عبيلة يبدو أنه سيكون الورقة البديلة القادمة من جانب أولمبي واد الفضة. إن شاء الله سلامات، سلامات إن شاء الله للاعب أولمبي واد الفضة الساقط على أرضية الميدان. بعد هذه المباراة ستكون مباراة ودية أيضا من جانب جمعية شلف وكذلك وداد مستغانم، مباراة ودية تحضيرية بالنسبة لجمعية أولمبي شلف. حزي راح ينفذ هذا الخطأ في دائرة المنتصف. حزي، أسامة ميراوي، أسامة ميراوي بيسارية يغير تماما من هنالك، ولكن تعود الكرة الدقيقة الثالثة، دائما هدفين مقابل هدفين. وائل غضبان، كرة متعادلة والنتيجة متعادلة. بكبوكا بالحاج الذي دخل خلال المرحلة الثانية بربحة، ملعوبة إلى الأمام ولكن تغطية موجودة من منصور سعادة. ديلمي بوراس يلعبها طويلة تروح إلى تماس، يقول سيد الحكم. الدقيقة الرابعة، دائما التعادل الهدفين في كل شبكة. الوقت البدل أو الوقت الإضافي الثاني، دائما التعادل هدفين مقابل هدفين. لاريان محمد، ميراوي أسامة، ميراوي لاريان، من سيد علي طويلي من أمام لاعبين مستقبل واتسلي، عودة لأسامة ميراوي. هدفين مقابل هدفين. جمهورنا الرياضي الكريم الذي التحق بنا اللحظة في الدور الثالث من كأس الجمهورية في هذا الدربي هنا على أرضية محمد بومزراك. ميراوي أسامة، أسامة ميراوي يلعب من هنالك لحزي، حزي وكرة فضاوية لصالح لوربوف، ملعوبة الحكم يقول ناو فاول لصالح مستقبل واتسلي عن طريق بوعلام عيسى، لاعب رقم 12. نعم إلى الحارس، حذاري من هذا الخطأ، قاعد يوقع في المحظور ولكن لا زالت لمستقبل واتسلي. ملعوبة إلى الأمام، دائما التعادل هدفين في كل شبكة
انس واش يفعل بهذه الكره؟ انس لصالح مستقبل واتسلي، انطلق مغراوي، زاد في السرعه مغراوي على الجهه اليمنى، ما يمرش. رائعه التغطيه الدفاعيه من مقابلي ولكن ضاعت مره ثانيه، عادت لمستقبل واتسلي. الحكم يحتسب خطا او تماس، الحكم مقداد. هدفين في كل شبكة. كرة لصالح مستقبل واتسلي من قضبان إلى الدفاع لصالح مستقبل واتسلي. بوعلامي عيسى، كرة في المنتصف ملعوبة، عادت لوائل. وائل من هنالك خطيرة مقابلي فرصة صعبة لصالح مستقبل واتسلي، يستفيد من ركنية بعد تدخل كان من بربي حليس. ركنية لصالح مستقبل واتسلي، راح ينفذها اللاعب وائل غضبان. 6 دقائق. وائل غضبان راح ينفذ هذا الركنية. وائل غضبان مرفوعة، كاد الهدف الثالث يأتي في هذه اللحظات من جانب مستقبل واتسلي، كاد يمضي الجول. مباراة ممتعة صراحة، استمتعنا بها ونعيش آخر دقائقها. التعادل دائما هدفين في كل شبكة. 7 دقائق، تبقي 8 دقائق على نهاية المباراة. ملعوبة إذن متواصلة المباراة. أسامة ميراوي غير من موجود لاريان، يتقدم لاريان، يبحث عن رفيق، يجد طويلي سيدالي مر من أمام لاعبين. الحكم يقول واصل. ملعوبة لصالح لوربوف ولكن عادت لصالح مستقبل واتسلي. هجمة من هنالك ناحية مقابلي، يلحق على هذه الكرة. نعم فعلا يتمكن من هذه الكرة لصالح مستقبل واتسلي. مقابلي ولكن التمريرة كانت بالخطأ ناحية متوسط ميدان أولمبي وادي الفضة. أسامة ميراوي عادت لي بالحاج، لاعب رقم 12. ملعوبة طويلة أمامية لصالح أولمبي وادي الفضة. وضعية تسلل يقول السيد الحكم. شو قلتي يا برويس؟ الله اكبر، ديجا هو كانوا ما لازمش يرددوه صافي ما شربوش. إذا تعزينا القلبية لعائلة طويلي. في هذه اللحظات بلغنا خبر إيجاد طفلة. ملعوبة لصالح المستقبل واتسلي، صعبة هذه الكرة، خطيرة ولكن الحكم يقول واصل. قلت خبر في هذه اللحظات. ملعوبة لصالح أسامة ميراوي واش يفعل بهذه الكرة في دائرة المنتصف. أسامة ميراوي، ملعوبة لسيد علي طويلي أو سيد علي إلى لاريان. راوغ لاريان، مر لاريان، مازال لاريان محمد ولكن الحكم يقول اسقط اللاعب. إذا انتهى الزينة القلبية لعائلة طويلي. في هذه اللحظات يصلنا خبر أنه الطفل عبد الرحمن طويلي وجدوه ولكن وفاته المالية رحمة الله عليه. تعزينا القلبية لعائلة طويلي، ربي يصبرهم عليه إن شاء الله. صراحة فالدة كبد لما تروح شيء صعيب،
ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعود إلى مباراة اليوم. إن هنالك ملعوبة لأولمبي واد الفضاء، الحارس رائع يتمكن من هذه الكرة. 5 دقائق على نهاية المباراة. أنصار واد الفضاء تطالب ببكبوكة مرفوعة رأسية، لا خطأ يقول سيد الحكم. التغيير سوف يكون بعد لحظات بدخول اللاعب رقم 20 من جانب أولمبي واد الفضاء، كمال بن عبيلة. الله يرحمه. تصفيقات على سيد علي طويلي. شكرا لما كل ما قدمه سيد علي طويلي وتعازينا القلبية نعم لعائلة الفقيد. ملعوبة طويلة أمامية لصالح مستقبل وتسلي، التغطية موجودة نعم إلى الأمام. صراع كبير على الكرة في دائرة المنتصف من جانب أولمبي واد الفضاء عن طريق مقابلي لمن ملعوبة الوان تو لأولمبي واد الفضاء. لازالت الكرة في المنتصف، عادت إلى الدفاع. تبقى 3 دقائق عن نهاية المرحلة الأولى. ملعوبة تغيير تماما من ناحية كمال بن عبيلة اللي دخل منذ لحظات. كمال بن عبيلة صراع كبير على الكرة، تغطية دفاعية رائعة من جانب مستقبل وسلي. لازالت الكرة في آخر الدقائق مرفوعة بحثا عن رأسية بكبوكة. من هنالك لازالت لي بالحاج من جانب أولمبي واد الفضاء. الحكم يمنح خطأ لوائل غضبان من جانب مستقبل وسلي. 2 دقيقة على النهاية. ملعوبة طويلة إلى الأمام، الرأسية كمال بن عبيلة اللي دخل منذ لحظات. ملعوبة طويلة أمامية، تماس يستفيد منه فريق أولمبي واد الفضاء في هذه اللحظات. 1 دقيقة ونصف فقط عن نهاية الوقت الرسمي. الحكم يطلب النقالات من أجل إخراج اللاعبين. دائما التعادل هدفين في كل شبكة. نلعب الدقيقة الأخيرة ونبدو أننا سنتوجه مباشرة إلى ركلات الترجيح. بعد لحظات الوقت الرسمي تبقى منه فقط 30 ثانية على النهاية. الوقت الرسمي انتهى. كم سيضيف حكم اللقاء من وقت بدل ضائع أم أنه سيكتفي بالوقت هذا؟ ملعوبة في المنتصف لصالح مستقبل وتسلي أو لأولمبي واد الفضاء. بالحاج ملعوبة الوانتو، ملعوبة من هناك بيساري. هاي فرصة الثالثة، هاي فرصة وضعية التسلل.
وضعية تسلل يقول الحكم المساعد. حبار يحتج. الحكم لن يطيل وسيعلن عن نهاية المباراة في وقتها الرسمي وأشواطها الإضافية بالتعادل. الوقت الإضافي أو الشوط الإضافي الثاني سوف ينطلق في هذه اللحظات بعدما انتهى الشوط الإضافي الأول بهدفين في كل شبكة. شوط سوف نرى ماذا سيحدث فيه، أم أننا سنتوجه مباشرة إلى ركلات الترجيح وركلات الحظ التي ستحدد من سوف يتأهل إلى الدور المقبل من كأس الجمهورية. تغييرين الآن بدخول لاعب رقم 29 وائل غضبان وأنس مغراوي اللاعب رقم 17 في تشكيلة مستقبل واتسلي. التعادل دائما هدفين في كل شبكة. اللحظة الحكم مقداد يعطي إشارة انطلاق المرحلة الثانية من الشوط الإضافي الثاني. طبعا كرة للأمسي بوس. ملعوبة مراقبة رأي الصدر من قبلي، انطلق مقابلي عم قبلي، من هنالك ملعوبة لصالح مستقبل واتسلي، لازالت عنده الكرة، وين ملعوبة برأسية، لا تغيير تماما عن طريق أنس مغراوي الذي دخل خلال هذه المرحلة الثانية محاولة المراوغة بطريقة فنية. يعود للاعب عبد الله عبد الباسط، محاولة تسديدة من هنالك من جانب مستقبل واتسلي، تسديدة لا، أسامة مراوي رائع بالشكل المطلوب. ملعوبة للوربوف أو بعاش محمد وليس أسامة مراوي. من هنالك ملعوبة لصالح مستقبل أو أولمبي وادي الفضة. بورويس يغير تماما عن طريق سيد علي طويلي، يراقب كورته بالشكل الرائع. سيد علي طويلي مرفوعة، لا لا، ولكن التغطية الدفاعية دائما موجودة. صراع كبير على الكرة في آخر 13 دقيقة على نهاية المباراة، في دقائقها وفي فصالها. مخالفة يقول سيد الحكم، مخالفة يقول سيد الحكم لصالح أولمبي وادي الفضة. لاعبين نعم ساقطين، نال منهم الإرهاق اللاعبين صراحة، نال منهم الإرهاق لما تشوف المجهود البدني الكبير الذي قدم خلال طيلة 90 دقيقة والشوط الإضافي الأول، ونحن مع بداية موسم العودة من التحضيرات. كمال بن عبيلة يبدو أنه سيكون الورقة البديلة القادمة من جانب أولمبي وادي الفضة. إن شاء الله سلامات سلامات إن شاء الله للاعب أولمبي وادي الفضة ساقط على أرضية الميدان. بعد هذه المباراة ستكون مباراة ودية أيضا من جانب جمعية شلف وكذلك وداد مستغانم، مباراة ودية تحضيرية بالنسبة لجمعية أولمبي شلف. حزي راح ينفذ هذا الخطأ في دائرة المنتصف. حزي أسامة مراوي، أسامة مراوي بيسارية يغير تماما من هنالك، ولكن تعود الكرة الدقيقة الثالثة دائما هدفين مقابل هدفين. وائل غضبان، كرة متعادلة والنتيجة متعادلة. بكبوكة بالحاج الذي دخل خلال المرحلة الثانية بربحة، ملعوبة إلى الأمام ولكن تغطية موجودة من منصور سعادة. ديلمي بوراس يلعبها طويلة تروح إلى تماس، يقول سيد الحكم
الدقيقة الرابعة دائما التعادل هدفين في كل شبكة. الوقت البدل أو الوقت الإضافي الثاني دائما التعادل هدفين مقابل هدفين. لاريان محمد ميراوي أسامة ميراوي لاريان من سيد علي طويلي من أمام لاعبين مستقبل واتسلي. عودة لأسامة ميراوي. هدفين مقابل هدفين. جمهورنا الرياضي الكريم الذي التحق بنا اللحظة في الدور الثالث من كأس الجمهورية في هذا الدربي هنا على أرضية محمد بومزراق. ميراوي أسامة ميراوي يلعب من هنالك لحزي. حزي وكرة فضاوية لصالح لوربوف ملعوبة. الحكم يقول ناو فاول لصالح مستقبل واتسلي عن طريق بوعلام عيسى لاعب رقم 12. نعم إلى الحارس حذاري من هذا الخطأ قاعد يوقع في المحظور ولكن لا زالت لمستقبل واتسلي ملعوبة. إلى الأمام دائما التعادل هدفين في كل شبكة. أنس واش يفعل بهذه الكرة؟ أنس لصالح مستقبل واتسلي. انطلق مغراوي زاد في السرعة مغراوي على الجهة اليمنى ما يمرش. رائعة التغطية الدفاعية من مقابلي ولكن ضاعت مرة ثانية. عادت لمستقبل واتسلي. الحكم يحتسب خطأ أو تماس. الحكم مقداد. هدفين في كل شبكة. كرة لصالح مستقبل واتسلي من قضبان إلى الدفاع لصالح مستقبل واتسلي. بوعلام عيسى كرة في المنتصف ملعوبة عادت لوائل. وائل من هنالك خطيرة مقابلي فرصة صعبة لصالح مستقبل واتسلي. يستفيد من ركنية بعد تدخل كان من بربي حليس. ركنية لصالح مستقبل واتسلي راح ينفذها اللاعب وائل غضبان. 6 دقائق. وائل غضبان راح ينفذ هذا الركنية. وائل غضبان مرفوعة. كاد الهدف الثالث يأتي في هذه اللحظات من جانب مستقبل واتسلي. كاد يمضي الجول. مباراة ممتعة صراحة استمتعنا بها ونعيش آخر دقائقها. التعادل دائما هدفين في كل شبكة. 7 دقائق تبقي 8 دقائق على نهاية المباراة. ملعوبة إذن متواصلة المباراة. أسامة ميراوي غير من موجود لاريان. يتقدم لاريان يبحث عن رفيق يجد طويلي سيدالي مر من أمام لاعبين. الحكم يقول واصل. ملعوبة لصالح لوربوف ولكن عادت لصالح مستقبل واتسلي. هجمة من هنالك ناحية مقابلي يلحق على هذه الكرة. نعم فعلا يتمكن من هذه الكرة لصالح مستقبل واتسلي. مقابلي ولكن التمريرة كانت بالخطأ ناحية متوسط ميدان أولمبي وادي الفضاء. أسامة ميراوي عادت لي بالحاج لاعب رقم 12. ملعوبة طويلة أمامية لصالح أولمبي وادي الفضاء. وضعية تسلل يقول السيد الحكم. شو قلتي يا برويس؟ الله اكبر ديجا هو كان لازم يشرب الدواء صافي ما شربوش. إذن تعزينا القلبية لعائلة طويلي. في هذه اللحظات بلغنا خبر إيجاد طفلة. ملعوبة لصالح المستقبل واتسلي. صعبة هذه الكرة خطيرة ولكن الحكم يقول واصل. قلت خبر في هذه اللحظات. ملعوبة لصالح أسامة ميراوي.
وشفال بياتي الكرة في دائرة المنتصف. أسامة مراوي ملعوبة لسيد علي طويلي أو سيد علي طويلي، سيد علي إلى لاريان، راوغ لاريان، مرة لاريان، مازالت لاريان محمد، ولكن الحكم يقول اسقط اللاعب. إذا انتهى الزينة القلبية لعائلة تطويلي. في هذه اللحظات يصلنا خبر أنه الطفل عبد الرحمن طويلي وجدوه، ولكن وفاته المالية رحمة الله عليه. تعازينا القلبية لعائلة طويلي، ربي يصبرهم عليه إن شاء الله. صراحة فالدة الكبد لما تروح شيء صعيب، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعود إلى مباراة اليوم. إن هنالك ملعوبة لأولمبي واد الفضاء، والحارس رايع يتمكن من هذه الكرة. 5 دقائق على نهاية المباراة. أنصار واد الفضاء تطالب ببكبوكة مرفوعة رأسية، لا خطأ يقول سيد الحكم. التغيير سوف يكون بعد لحظات بدخول لاعب رقم 20 من جانب أولمبي واد الفضاء، كمال بن عبيلة. الله يرحمه. تصفيقات على سيد علي طويلي. شكرا لما كل ما قدمه سيد علي طويلي وتعازينا القلبية. نعم، لعائلة الفقيد. ملعوبة طويلة أمامية لصالح مستقبل وتسلي، تغطية موجودة. نعم، إلى الأمام. صراع كبير على الكرة في دائرة المنتصف من جانب أولمبي واد الفضاء عن طريق مقابلي لمن ملعوبة الوان تو لأولمبي واد الفضاء. لازالت الكرة في المنتصف، عادت إلى الدفاع. تبقى 3 دقائق عن نهاية المرحلة الأولى. ملعوبة تغيير تماما من ناحية كمال بن عبيلة اللي دخل منذ لحظات. كمال بن عبيلة، صراع كبير على الكرة، تغطية دفاعية رائعة من جانب مستقبل وسلي. لازالت الكرة في آخر الدقائق مرفوعة بحثا عن رأسية بكبوكة. من هنالك لازالت لي بالحاج من جانب أولمبي واد الفضاء. الحكم يمنح خطأ لوائل غضبان من جانب مستقبل وسلي. 2 دقيقة على النهاية. ملعوبة طويلة إلى الأمام، الرأسية. كمال بن عبيلة اللي دخل منذ لحظات. ملعوبة طويلة أمامية، تماس يستفيد منه فريق أولمبي واد الفضاء في هذه اللحظات. 1.5 دقيقة فقط عن نهاية الوقت الرسمي. الحكم يطلب النقالات من أجل إخراج اللاعبين.
دائما التعادل هدفين في كل شبكة. نلعب الدقيقة الأخيرة ونبدو أننا سنتوجه مباشرة إلى ركلات الترجيح. بعد لحظات الوقت الرسمي تبقى منه فقط 30 ثانية على النهاية. الوقت الرسمي انتهى. كم سيضيف حكم اللقاء من وقت بدل ضائع أم أنه سيكتفي بالوقت هذا؟ ملعوبة في المنتصف لصالح مستقبل واتسلي أو لأولمبي ودار الفضاء. بالحج ملعوبة الوانتو، ملعوبة من هناك بيسارها. هاي فرصة الثالثة، هاي فرصة وضعية التسلل يقول الحكم المساعد. حبار يحتج. الحكم لن يطيل وسيعلن عن نهاية المباراة في وقتها الرسمي وأشواطها الإضافية بالتعادل. الوقت الإضافي أو الشوط الإضافي الثاني سوف ينطلق في هذه اللحظات بعدما انتهى الشوط الإضافي الأول بهدفين في كل شبكة. شوط سوف نرى ماذا سيحدث فيه، أم أننا سنتوجه مباشرة إلى ركلات الترجيح وركلات الحظ التي ستحدد من سوف يتأهل إلى الدور المقبل من كأس الجمهورية. تغييرين الآن بدخول لاعب رقم 29 وائل غضبان وأنس مغراوي اللاعب رقم 17 في تشكيلة مستقبل واتسلي. التعادل دائما هدفين في كل شبكة. اللحظة الحكم مقداد يعطي إشارة انطلاق المرحلة الثانية من الشوط الإضافي الثاني. طبعا كرة للأمس بوس. ملعوبة مراقبة رأي الصدر من قبلي. انطلق مقابلي عم قبلي. من هنالك ملعوبة لصالح مستقبل واتسلي. لازالت عنده الكرة. وين ملعوبة برأسية؟ لا، تغيير تماما عن طريق أنس مغراوي الذي دخل خلال هذه المرحلة الثانية محاولة المراوغة بطريقة فنية. يعود للاعب عبد الله عبد الباسط. محاولة تسديدة من هنالك من جانب مستقبل واتسلي. تسديدة لا، أسامة ميراوي رائع بالشكل المطلوب. ملعوبة للوربوف أو بعاش محمد وليس أسامة ميراوي. من هنالك ملعوبة لصالح مستقبل أو أولمبي ودار الفضاء. بورويس يغير تماما عن طريق سيد علي طويلي. يراقب كورته بالشكل الرائع. سيد علي طويلي مرفوعة لا، ولكن التغطية الدفاعية دائما موجودة. صراع كبير على الكرة في آخر 13 دقيقة على نهاية المباراة في دقائقها وفي فصالها. مخالفة يقول سيد الحكم. مخالفة يقول سيد الحكم لصالح أولمبي ودار الفضاء. لاعبين نعم ساقطين. نال منهم الإرهاق اللاعبين صراحة، نال منهم الإرهاق لما تشوف المجهود البدني الكبير الذي قدم خلال طيلة 90 دقيقة والشوط الإضافي الأول، ونحن مع بداية موسم العودة من التحضيرات. كمال بن عبيلة يبدو أنه سيكون الورقة البديلة القادمة من جانب أولمبي ودار الفضاء.
ان شاء الله سلامات سلامات ان شاء الله للاعب اولمبي وادي الفضاء ساقط على ارضيه الميدان. بعد هذه المباراة ستكون مباراة ودية أيضا من جانب جمعية شلف وكذلك وداد مستغانم، مباراة ودية تحضيرية بالنسبة لجمعية أولمبي شلف. حزي راح ينفذ هذا الخطأ في دائرة المنتصف. حزي أسامة ميراوي، أسامة ميراوي بيسارية يغير تماما من هنالك، ولكن تعود الكرة الدقيقة الثالثة دائما هدفين مقابل هدفين. وائل غضبان، كرة متعادلة والنتيجة متعادلة. بكبوكا بالحاج الذي دخل خلال المرحلة الثانية بربحة ملعوبة إلى الأمام، ولكن تغطية موجودة من منصور سعادة. ديلمي بوراس يلعبها طويلة تروح إلى تماس، يقول سيد الحكم. الدقيقة الرابعة دائما التعادل الهدفين في كل شبكة. الوقت البدل أو الوقت الإضافي الثاني دائما التعادل هدفين مقابل هدفين. لاريان محمد، ميراوي أسامة، ميراوي لاريان، من سيد علي طويلي من أمام لاعبين مستقبل وتلي. عودة لأسامة ميراوي، هدفين مقابل هدفين. جمهورنا الرياضي الكريم الذي التحق بنا اللحظة في الدور الثالث من كأس الجمهورية في هذا الدربي هنا على أرضية محمد بومزراك. ميراوي أسامة، أسامة ميراوي يلعب من هنالك لحزي، حزي وكرة فضاوية لصالح لوربوف، ملعوبة الحكم يقول ناو فاول لصالح مستقبل وتلي عن طريق بوعلام عيسى، لاعب رقم 12. نعم إلى الحارس، حذاري من هذا الخطأ قاعد يوقع في المحظور، ولكن لا زالت لمستقبل وتلي ملعوبة. إلى الأمام، دائما التعادل هدفين في كل شبكة. أنس واش يفعل بهذه الكرة؟ أنس لصالح مستقبل وتلي، انطلق مغراوي، زاد في السرعة مغراوي على الجهة اليمنى، ما يمرش. رائعة التغطية الدفاعية من مقابلي، ولكن ضاعت مرة ثانية، عادت لمستقبل وتلي. الحكم يحتسب خطأ أو تماس، الحكم مقداد. هدفين في كل شبكة. كرة لصالح مستقبل وتلي، من غضبان إلى الدفاع لصالح مستقبل وتلي. بوعلام عيسى، كرة في المنتصف ملعوبة، عادت لوائل. وائل من هنالك خطيرة مقابلي، فرصة صعبة لصالح مستقبل وتلي، يستفيد من الركنية بعد تدخل كان من بربيح الياس. ركنية لصالح مستقبل وتلي، راح ينفذها اللاعب وائل غضبان. 6 دقائق، وائل غضبان راح ينفذ هذا الركنية. وائل غضبان مرفوعة، كاد الهدف الثالث يأتي في هذه اللحظات من جانب مستقبل وتلي، كاد يمضي الجول. مباراة ممتعة صراحة، استمتعنا بها ونعيش آخر دقائقها. التعادل دائما هدفين في كل شبكة. 7 دقائق، تبقى 8 دقائق على نهاية المباراة. ملعوبة إذن متواصلة المباراة. أسامة ميراوي غير من موجود لاريان، يتقدم لاريان، يبحث عن رفيق، يجد طويلي سيدالي، مر من أمام لاعبين
الحكم يقول واصل، ملعوبة لصالح لوربوف، ولكن عادت لصالح مستقبل واتسلي. هجمة من هنالك ناحية مقابلي، يلحق على هذه الكرة. نعم فعلا يتمكن من هذه الكرة لصالح مستقبل واتسلي. مقابلي، ولكن التمريرة كانت بالخطأ ناحية متوسط ميدان أولمبي وادي الفضة. أسامة ميراوي عادت لي بالحاج، لاعب رقم 12. ملعوبة طويلة أمامية لصالح أولمبي وادي الفضة. وضعية تسلل، وضعية تسلل يقول السيد الحكم. شو قلتي يا برويس؟ الله اكبر، ديجا هو كانوا ما لازمش الوقت الدور صافي ما شربوش. إذا تعزينا القلبية لعائلة طويلي. في هذه اللحظات بلغنا خبر إيجاد طفلة ملعوبة لصالح المستقبل واتسلي. صعبة هذه الكرة، خطيرة، ولكن الحكم يقول واصل. قلت خبر في هذه اللحظات. ملعوبة لصالح أسامة ميراوي. أسامة ميراوي وشفال بيتي الكرة في دائرة المنتصف. أسامة ميراوي، ملعوبة لسيد علي طويلي، أو سيد علي طويلي، سيد علي طويلي، سيد علي، سيد علي إلى لاريان. راوغ لاريان، مرة لاريان، مازالت لاريان محمد، ولكن الحكم يقول اسقط اللاعب. إذا انتهى الزينة القلبية لعائلة طويلي. في هذه اللحظات يصلنا الخبر أنه الطفل عبد الرحمن طويلي وجدوه، ولكن وفاته المالية رحمة الله عليه. تعزينا القلبية لعائلة طويلي، ربي يصبرهم عليه إن شاء الله. صراحة فالدة كبد لما تروح شيء صعيب، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعود إلى مباراة اليوم. إن هنالك ملعوبة لأولمبي وادي الفضة، والحارس رائع يتمكن من هذه الكرة. 5 دقائق على نهاية المباراة. أنصار وادي الفضة تطالب ببكبوكة مرفوعة رأسية، لا خطأ يقول السيد الحكم. التغيير سوف يكون بعد لحظات بدخول لاعب رقم 20 من جانب أولمبي وادي الفضة، كمال بن عبيلة. الله يرحمه. تصفيقات على سيد علي طويلي. شكرا لما كل ما قدمه سيد علي طويلي وتعازينا القلبية. نعم لعائلة الفقيد. ملعوبة طويلة أمامية لصالح مستقبل واتسلي. تغطية موجودة، نعم إلى الأمام. صراع كبير على الكرة في دائرة المنتصف من جانب أولمبي وادي الفضة عن طريق
مقابلي لمن ملعوبة الوان تو لأولمبي واد الفضة. لازالت الكرة في المنتصف، عادت إلى الدفاع. تبقى 3 دقائق عن نهاية المرحلة الأولى ملعوبة. تغيير تماما من ناحية كمال بن عبيلة اللي دخل منذ لحظات. كمال بن عبيلة صراع كبير على الكرة، تغطية دفاعية رائعة من جانب مستقبل وسلي. لازالت الكرة في آخر الدقائق مرفوعة بحثا عن رأسية بكبوكة. من هنالك لازالت لي بالحاج من جانب أولمبي واد الفضة. الحكم يمنح خطأ لوائل غضبان من جانب مستقبل وسلي. دقيقتين على النهاية. ملعوبة طويلة إلى الأمام، الرأسية كمال بن عبيلة اللي دخل منذ لحظات. ملعوبة طويلة أمامية، تماس يستفيد منه فريق أولمبي واد الفضة في هذه اللحظات. دقيقة ونصف فقط عن نهاية الوقت الرسمي. الحكم يطلب النقالات من أجل إخراج اللاعبين. دائما التعادل، هدفين في كل شبكة. نلعب الدقيقة الأخيرة ونبدو أننا سنتوجه مباشرة إلى ركلات الترجيح. بعد لحظات الوقت الرسمي تبقى منه فقط 30 ثانية على النهاية. الوقت الرسمي انتهى. كم سيضيف حكم اللقاء من وقت بدل ضائع أم أنه سيكتفي بالوقت هذا؟ ملعوبة في المنتصف لصالح مستقبل واتسلي أو لأولمبي واد الفضة. بالحاج ملعوبة الوانتو، ملعوبة من هناك بيساري. هاي فرصة الثالثة، هاي فرصة وضعية التسلل يقول الحكم المساعد. حبار يحتج. الحكم لن يطيل وسيعلن عن نهاية المباراة في وقتها الرسمي وأشواطها الإضافية بالتعادل. الوقت الإضافي أو الشوط الإضافي الثاني سوف ينطلق في هذه اللحظات بعدما انتهى الشوط الإضافي الأول بهدفين في كل شبكة. شوط سوف نرى ماذا سيحدث فيه، أم أننا سنتوجه مباشرة إلى ركلات الترجيح وركلات الحظ التي ستحدد من سوف يتأهل إلى الدور المقبل من كأس الجمهورية. تغييرين الآن بدخول لاعب رقم 29 وائل غضبان وأنس مغراوي اللاعب رقم 17 في تشكيلة مستقبل واتسلي. التعادل دائما هدفين في كل شبكة. اللحظة الحكم مقداد يعطي إشارة انطلاق المرحلة الثانية من الشوط الإضافي الثاني. طبعا كرة للأمسي بوس.
ملعوبة مراقبة رأي الصدر من قبلي، انطلق مقابلي أم قبلي، من هنالك ملعوبة لصالح مستقبل واتسلي، لازالت عنده الكرة، وين ملعوبة برأسية، لا تغيير تماما عن طريق أنس مغراوي الذي دخل خلال هذه المرحلة الثانية محاولة المراوغة بطريقة فنية. يعود للاعب عبد الله عبد الباسط، محاولة تسديدة من هنالك من جانب مستقبل واتسلي، تسديدة لا، أسامة مراوي رائع بالشكل المطلوب، ملعوبة للوربوف أو بعاش محمد وليس أسامة مراوي. من هنالك ملعوبة لصالح مستقبل أو أولمبي واد الفضة، بورويس يغير تماما عن طريق سيدي علي طويلي، يراقب كورته بالشكل الرائع، سيدي علي طويلي مرفوعة لا لا، ولكن التغطية الدفاعية دائما موجودة، صراع كبير على الكرة في آخر 13 دقيقة على نهاية المباراة.